السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من فرنسي في الملعب. بعد ما قلنا ان النهائي هيبقى ما بين فريقين مصريين، نهائي مصري خالص ما بين الاهلي وبيراميدز، وبنستعد للمباراة النهائية دي، يطل ويهل علينا ياسر ابراهيم بجون في البلس 90، بس مع الاسف هدف ذاتي، يعني قضية في نفسه، خرج بيها فريقه وخرج بيها الاهلي من بطولة افريقيا من دور قبل النهائي، عشان صن داونز يضرب موعد مع بيراميدز في نهائي افريقيا. الاهلي بالغ قوي في الدفاع، سواء في الماتش بتاع بريتوريا او في الماتش بتاع القاهرة. بالغ قوي في الدفاع. صن داونز فرقة قوية، فرقة كانت كسبت الاهلي 5 قبل كده بره، لكن في نفس الوقت مش دي الطريقة. انت بالغت في احترامهم وفي خوفك، بالغت في خوفك زيادة عن اللزوم. يعني انت بتتكلم ان ماتش هناك ان انت تطلع 0-0، اوكي، هناك وبدافع ومش عايز اخسر، ماشي، طلعت 0-0، نتيجة بره ارضي حلوة جدا على الورق. لكن ان انا اجي هنا ابالغ في الدفاع بالمنظر ده، وفي ضربة جزاء لصن داونز ما اتحسبتش اللي كانت على ياسر ابراهيم برضو، فده معناها ان انت ما جيتش في القاهرة في وسط جمهورك كله، في وسط 80 ألف متفرج، استاد على آخره مليان. المبالغة بالمنظر ده دي مش فرقة بطولات ومش فرقة عايزة تاخد الكاس. في ماتش القاهرة لا، كان لازم تبقى أجرأ من كده. كان لازم ان انت ما عملتش حاجة، انت ما فيش ما اقدرش حتى الكرة اللي انت جبت منها جول ما اقدرش اقول دي هجمة منظمة. فانت لطشت واحدة من طاهر، الكرة جايه له خدها على الطاير مرة واحدة، ربنا كرمك بجون وانت ما جيتش. انت ما جيتش من هناك، ما جيتش من جنوب افريقيا، مش ما جيتش حتى في الماتش ده، فربنا كرمك وربنا فتحها عليك وجبت جون. حافظ بقى عليه، او ان انا ما ينفعش ان انا اتراجع كده، هاجم هات التاني. لكن كولر بعيد. مش معنى ان كولر بياخد بطولات مع الاهلي يعني كولر مدرب كويس. لو جبنا عم حارس عامل غرف خلع الملابس بتاعت الاهلي، مسك الاهلي، مسك مدير فني، بقى هو اللي بيحط الخطه وبقى بيحط، هيكسب وهياخد بطولات. اهلي نظام منظومه، عارف يستغل كل حاجه فيه، حتى الحاجات ان احنا شايفينها ان هي مش صح، هو بيعرف يستغل كل حاجه. يعني تقدر بقى تحسبها بقى، تقول عليها شطاره، تقول عليها زي ما تقول، هي في الاول وفي الاخر هو بيستغل كل التولز اللي معاه لصالحه، سواء بقى في قوه، سواء ان انا قدرت ان انا اسيطر على اتحاد الكوره، قدرت ان انا اسيطر على الرابطه، ماشي. في الاول وفي الاخر هو بيعرف ياخد حقه بكل الطرق المشروعه واللي مش مشروعه. زي ما احنا قبل كده قلنا ان حتى في القرار بتاع الرابطه بتاعت انسحاب الاهلي، الزمالك اتطبق عليه العقوبه دي 20 مره، خساره الماتش وخصم 3 نقط في نهايه الموسم، الا الاهلي مش قادرين ياخدوا القرار. اجل فاجل فاجل، زي ما احنا قلنا وزي ما امير عزمي مجاهد قال ان هيتاجل لغايه لما يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، هل الاهلي محتاج ال3 نقط دول ولا مش محتاجهم، ويمشي كده. فده الاهلي. فمبروك لصن داونز، فرقه تستحق استحواذ على الكوره رهيب. انت بتعرف تطلع من تحت، بتنقل وبتطلع بالهجمه زي ما الكتاب بيقول. لكن انا بيعاب عليهم شويه ان التمريرات زياده قوي تحت، يعني لكن في نص الملعب بتاع الخصم انت مش موجود، ما بتنقلش ربع النقلات اللي انت بتنقلها في نص ملعبك دي. لكن فرقه قدرت ان هي تستغل التولز اللي معاها، وقدرت ان هي تكسب جون. كان ليهم ضربه جزاء احنا قلنا وما اتحسبتش. جون الجون اللي جه بتاع ياسر ابراهيم ده جون خبطت ودخلت وبتاع،
لكن هي فرقه مجتهده، وهيبقى ماتش صعب قوي على بيراميدز في الماتش النهائي. عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على مفاجاه ممكن تكون مش ساره للاهلاويه، ان بيراميدز السنه دي ممكن يحقق الخماسيه. يعني ايه؟ يعني هو قريب جدا من الدوري، كاس بيلعب في النهائي قصاد الزمالك، افريقيا بيلعب في النهائي افريقيا، بعد ما يكسب دول ليه 2 سوبر مصري وسوبر افريقي. يعني بيراميدز ممكن السنه دي يطلع بموسم ما يحلمش بيه في عمره، ان هو ياخد الخماسيه. ده تحليل سريع لماتشات النهارده بتاعت افريقيا، واشوفكم على الف خير المره الجايه. سلام.